بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. إخوتنا الكرام، مشاهدي برامج قناة القرآن الكريم من الجزائر، القناة الخامسة، أوفياء البرنامج الأسبوعي الخيري الصلح خير، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بالأمس فقط تواصلت معكم عبر منبر خيري أيضا عبر هذه القناة المباركة، وهو برنامج فاستبقوا الخيرات، واليوم يجمعنا الخير مرة أخرى من خلال إصلاح ذات البين، من خلال برنامج والصلح خير عبر هذه القناة. وطبعا كم أنا محظوظة، وإن كنت فقط أنوب في بعض الأعداد أنوب عن زميلتي وأختي نجاة قيراط الموجودة حاليا في الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة. اللهم يسر لها ويسر لكل المعتمرين. طبعا أنا محظوظة، لماذا؟ لأنني أتشرف لأول مرة أن أرافق فضيلة الدكتور سعيد بويزري، أحد ينابيع العلم في الجزائر وينابيع العلم والمعرفة والإرشاد والنصح عبر هذه القناة المباركة. أرحب بفضيلة الدكتور سعيد بويزري. الله يبارك فيك اختي نصيرة، بارك الله فيك، فجزاك الله خير. وأنا أيضا أتشرف باللقاء بك وبهذه المرافقة الطيبة. شكرا. جعلك الله عز وجل من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. آمين يا رب. ننهل منكم دائما فضيلة الدكتور. يظن الكثير منا أن الخير أن يتصف الإنسان بالاستقامة في الحياة، فيحاول دائما أن يجتنب الإضرار بالآخرين، وهذا يعني أن ما يهمه من كل هذا، من هذا السلوك وهذا التصرف، هو صلاح نفسه وفقط. لكن الحقيقة أن الخير لا يكتمل من دون السعي للإصلاح بين الناس، ليتحقق هدف من الأهداف السامية لديننا الحنيف، الدين الإسلامي. فإصلاح ذات البين من أرفع الصفات الإنسانية، وهي أفضل الصدقات. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وطبعا نظرا للعديد من الملفات التي تدعو إلى ربما الاستعجال بالإصلاح من أجل فك النزاعات وربما تجنب الانقسامات داخل مجتمعنا، الكثير من القضايا تتعلق بموضوع الارتفاق. طبعا هو موضوعنا اليوم الذي سنخوض فيه رفقة فضيلة الدكتور سعيد بويزري، وأيضا من خلال المكالمات التي تصلنا والقضايا التي سنطرحها خلال هذا العدد. نبدأ بإذن الله. وطبعا سأطلب من فضيلة الدكتور أن يقرب لمن يشاهدنا، لأنه الأكيد أن العديد من أوفياء البرنامج ومشاهدينا لا يفقه كثيرا معنى الارتفاق. فما هو الارتفاق؟ ما هو حق الارتفاق شرعا وقانونا؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم وصلح خير. وأنا بدوري أرحب بأختي الفاضلة نصيرة، حفظك الله عز وجل، وأسأل الله لك التوفيق، السداد في الرأي والتوفيق في العمل. فنحن أسرة واحدة نتعاون جميعا من أجل العمل الخيري، من أجل تجدير الخير في قلوب الناس، والخير موجود الحمد لله. فيتفجر هذا الخير بينابيعه المختلفة من قلوب الناس، سواء عبر برنامج فاستبقوا الخيرات أو عبر برنامج مفاتيح أو هل سألوا أو الصلح خير، جميع برامج قناة الخير. فالخير في قناة الخير والحمد لله. أما بالنسبة لأختنا نجاة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل عمرتها وأن يستجيب لدعائها. فقد التمسنا منها أن تدعو لنا وأن تدعو لأصحاب المشكلات، لأصحاب الأزمات، فنقول لهم بشرى لكم. فهي أختنا نجاة تدعو لكم إن شاء الله، وقد التزمت بذلك بعيون دامعة في لحظات الوداع أن تدعو لكم جميعا بأن ييسر
بأن يرقق قلوبكم وقلوبنا جميعا للخير كما قالت أختي نصيرة قبل حين، ويتذكرنا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب الله عز وجل لدعواتها ودعاء جميع المعتمرين ضيوف الرحمن. نعم. مقدمة لطيفة قدمت بها أختي نصيرة بارك الله فيك، فهذا إرشاد أولي نبدأ به، وهو معلم كبير في طريق التحرك داخل المجتمع، إصلاح ذات البين. لا نقول للناس لا تتنازعوا، فالنزاع قائم، وهي من خصائص الناس ومن خصائص الدنيا. الدنيا فيها نزاعات وها في مشكلات، يختلف الناس على الأراضي، على الأشجار، على الأفكار، ويختلف الناس في مجالات عدة، ولكن الذي ننادي به وندعو إليه أن نعود إلى رشدنا، وأن ننزل عند رأي الصلحاء والصالحات، وعند رأي الخبراء، وعند رأي أهل العلم، وعند رأي المصلحين، من أجل فك النزاعات بطريقة ودية، بالتراضي لا بالتقاضي. فالتقاضي هو طريق مشروع هو أيضا، ولكن فلنجعله في آخر الحلول إذا عجزنا عن تحقيق التراضي، ولا نيأس، لأن اليأس ليس من صفات المسلمين، ولا تيأس من روح الله كما قال ربنا جل جلاله. موضوع حقوق الارتفاق الذي كما قلت أختي نصيرة بارك الله فيك، في الحقيقة هناك مشكلات عديدة. أطرح الإشكال ثم أجيب عن سؤالك المهم. الإشكال بعض الناس مثلا الدولة تقرر، البلدية مثلا تقرر تمرير مثلا شبكة نتاع المياه، ولا نتاع مثلا أعمدة الكهرباء أو الغاز أو أي شيء من هذه، أو تفتح طرقات من أجل بلوغ أو خروج الناس من خلال عقاراتهم إلى الطرق العامة، أو أحيانا بين الناس فيما بينهم في الملكيات الخاصة. واحد عنده أرض كما تسمى في الفقه وفي القانون أرض محصورة، يعني ما عندوش طريق باش يوصل إلى الطريق العام، ولكن نجد بعض أصحاب العقارات يمتنعون ويعترضون، يقولوا ما تفوتش من أرضي، يمتنع، يدير معارضة سواء لمصالح الدولة ممثلة في هيئتها المختلفة المحلية، أو معترضا أمام الخواص، يقولوا ما تفوتش طريق من عندي، هذه أرضي وأنا صاحب الملكية وعندي حق التصرف في ملكيتي بكما تسمى في المصطلح الفقهي القانوني بالسلطات الثلاث استغلالا واستعمالا وتصرفا. أما أنت ما عندكش حق تمر عبر أرضي، ثم أنه إذا أعطيتك الطريق هذا ينقص من القيمة المادية لأرضي، وهذا يحرج إلى آخره، وتصار مشاكل كثيرة. وحتى بعضهم يقول معلش لو كان كل واحد يعني يمتنع ويعترض ولا واحد يخرج من داره، لأنه كي نخرجوا من ديارنا رانا نمشيو في أراضي الناس، أليس كذلك؟ لذلك لابد أن تتسع صدورنا وقلوبنا لهذا الفقه الذي يحل مشكلاتنا ويخرجنا من جميع ألوان الحرج والضيق. لذلك تقر في الفقه الإسلامي ما يسمى بالحقوق العينية. هذا حق من الحقوق العينية، يعني متصلة بالأعيان، لها علاقة بالأعيان مباشرة، وهي في الحقيقة نوع من أنواع القيود، قيود ترد على الملكيات الخاصة. الإنسان عنده ملكية خاصة، له قطعة أرض نتاعو، ولكن عنده ملكية خاصة صحيح، في نظر الشريعة هذه ملكية مؤقتة، لأن مآلها في النهاية الورثة. إذن هذا يعني أنها ليست ملك دائم، ليست ملك دائم، يعني قابلة للتجزئة. قابلة للتجزئة، بارك الله فيك. يجي يوم إن شاء الله، طبعا هذا الموت حتم، يعني محتوم علينا جميعا، فيموت هذا المالك ثم تجزأ هذه القطعة الأرضية على ورثته، وورثته يتحولون في يوم من الأيام إلى مورثين، ويعاد تجزئتها فتجزأ وتجزأ. يقول لك الأراضي تغير ملاكها، بالقبائل نقول ثمورث تبديل مولان، إلى أن يأتي الوارث الحقيقي وهو الله، مصداقا لقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. تقررت هذه الحقوق، وهي حقوق كثيرة، منها حق العبور أو حق المرور، يعني كل إنسان عنده أرض محصورة من حقه باش يفتح ممرا
ممر أو قنوات أو حتى نعم. قنوات صرف نعم. وغيرها. قوى صرف المياه يعني حق المرور يعني بالنسبة للعبور بالنسبة للطريق، وبالنسبة للمسيل أيضا الماء يعني صرف المياه الزائدة أو غير الصالحة للصالحة للشرب، نعم. التصريف المياه الصحية، وأيضا نعم. حتى تمرير قنوات السقي حتى ربما للحيوانات صحيح. وغيرها، للحيوانات وللبشر. وكذلك حق المسيل بالنسبة لجلب المياه، وكذلك حق التعلي بالنسبة للأراضي أو الطبقات أو للأبنية الطبقية يعني المبنية على الطبقات. المهم هذه كلها تقررت في الفقه الإسلامي وقننت في القوانين الموضوعية الوطنية على مستوى الدول. فبالنسبة للجزائر هناك تقنين يسمى بالتقنين المدني في مواد كثيرة، مثلا المادة 393 وغيرها من المواد التي إلى غاية المادة 272. هذه المواد من القانون المدني وغيرها ذكرتها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. هذه المواد القانونية قررت حقوق الارتفاق، والارتفاق معنى الاستناد جاي من المرفق. واحد الأمر كنا جالسون هكذا اتكئوا على مرفقي، وأختي نصيرة أيضا تتكئ على مرفقها. إذن لابد أن نتكئ وأن نستند على هذه الارتفاقات، وهي علاقة بين عقارين من أجل تيسير الانتفاع من هذه العقارات. لأنه لو لم تتقرر هذه الحقوق، حقوق الارتفاق، لما انتفع أصحاب العقارات بعقاراتهم. لذلك تقررت طبقا القاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه باختصار، ما دام عندنا حلقات أخرى إن شاء الله في الارتفاق نزيد بيانا إن شاء الله. حتى من ناحية الشرع الأمر أيضا متعلق بالمنفعة، فعندما يتعلق الأمر بالمنفعة لابد من الحل، وعندما يتعلق الأمر بالضرر يأتي هنا التحريم أيضا من الناحية الشرعية. نعم يأتي من التحريم. بارك الله فيك. فتأتي القواعد الفقهية على رأسها القاعدة الفقهية التي هي أصلها حديث نبوي شريف لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة أخرى الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله، وقاعدة أخرى الضرر يدفع ويزال بقدر الإمكان، وهكذا تأتي قواعد ضابطة. والجميل في فقهنا الإسلامي أنه يمتلك جملة من القواعد التي تحفظ الحقوق وفي الوقت نفسه تمنع التعسف والتعنت لدفعا ودرءا لكل ضرر. وسد الذرائع أيضا باب واسع في الفقه الإسلامي. لو طبقنا هذه القواعد وهذه المعالم لما وقعنا في نزاعات، وإذا حصلت هناك نزاعات سنجد لها حلولا حتما في هذه القواعد الذهبية. وهذا ما يدل على ربما حل الكثير من النزاعات الخاضعة للتطبيقات المعاصرة لحق الارتفاق. كما ذكرنا منذ قليل كل ما يخص تمرير عملية مثلا أسلاك الاتصالات وغيرها من الأشغال التي يمكن أن تتم أمام العقارات التي طبعا لها سلطان ولها يعني ملك لأحد الناس. أريد أن أسأل قبل أن نبدأ في طرح القضايا عن متى يسقط حق الارتفاق، يعني باستثناء ما ذكرته منذ قليل دكتور. الحقيقة يسقط حق الارتفاق إذا كان الشخص يملك في ملكياته الخاصة ما يحقق المقصد وما يحقق الغرض. ولعل القضايا سنجيب عنها إن شاء الله تعالى. يعني أقدم بعض البيانات من خلال القوانين الجزائرية أركز عليها، وحتى إذا طلب الأمر أشير القوانين الدولية في هذا الباب لكي نقول في النهاية أن هذه الحقوق تقررت من أجل تحقيق مقاصد معينة، فإذا تحققت بملكية خاصة لطالب حق من حقوق الارتفاق فلا يصح له ذلك، إذ لا يلجأ إلى تلك الحقوق إلا على سبيل الاستثناء. نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. وطبعا موضوعنا كما ذكرنا هو الارتفاق وحق الارتفاق شرعا وقانونا. هناك العديد من القضايا مطروحة على فضيلة الدكتور سعيد بويزري سنخوض فيها، ولكم الآن وسائل الاتصال من أجل التواصل معنا. فاصل ونعود. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz، أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية
021 37 42 87 021 37 45 64. نعود دائما إليكم ونتواصل معكم عبر هذا البرنامج الخيري الأسبوعي والصلح خير، والصلح خير عبر قناة القرآن الكريم من الجزائر رفقة جليسنا فضيلة الدكتور السعيد الوزري، ونشرع بحول الله في عرض بعض القضايا التي وصلتنا، وطبعا نتواصل معكم عبر خط هاتف البرنامج مباشرة. أول قضية مطروحة عليكم فضيلة الدكتور من السيد عمر من المدية، يقول في رسالته التي طبعا اختصرناها: يطالبني جاري بفتح ممر عبر أرضي رغم كونه يملك قطعة أرضية مجاورة لأرضي يمكنه فتح ممر عبرها، ولكن لا يريد ذلك بدعوى أن أرضي أقرب إلى الطريق العام. طبعا في مثل هذه القضايا وقع النزاع بين الاثنين بسبب ذلك، وهو يسأل هل من حقه أن يفتح ممرا عبر أرضي؟ نعم. بارك الله فيك يا أختي نصيرة، جزاك الله خير. معذرة استسمحك دكتور، أول مكالمة من تيزي والزوم، من معنا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ شكون الأخت؟ أنا أم وسيلة من تيزي والزوم. مرحبا بك أم وسيلة. الله يسلمك الله يسلمك. تفضلي، راهو معك فضيلة الدكتور الطرحي. مرحبا به بك. قلت لك حبيت نسقسي على هذا الأرض شوية. هاكم أنا نسمع. تفضلي أختي تفضلي. إيه صافي، دابا أنا خلانا 4 بنات وثلاث ولاد. ومن بعد ما شاك في وقت تعطي الواحد يبني هكذا يجيب ولاد تاع هدايا، وحنا راه لحقت من الدار اللي خلاها بابا. حنا سمعنا عن بالنا هذيك تاعنا، ومن بعد واحد قالت لخويا صغير، قالت له روح بني فوقها. وحنا ما حبيناش، لازم تقولوا لي كيفاش نحبس هذا. وهاد الصباح طلعت للشيخ ما لقيتش شكون يستقبلني اليوم، قيل مشغولين ولا صافي. ماذا بكم تقولوا لي كيفاش نحبس هذا لافير بلا المشاكل، بلا قولوا لي وين توجه، باسكو بقات هذيك الدار برك اللي زاد بنى عليها قانونيا صافي. وين نروحوا؟ وانا على بالو الشيخ انا ما مطلقه ونسحق هذاك الدار. شكرا أختي لثقتك، وإذا ما كانش عندك سؤال للأخت فضيلة الدكتور سيجيب الدكتور عن سؤالك خلال الحصة. نأخذ اتصال آخر من الأخت أمونيا من فرنسا. أختي السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي سؤال أختي. عرفت واحدة صاحبتي، عرفتها، صرت فيها خير، جبتها عندي شهرين، يعني أكرمتها في بيتي شهرين، ومن بعد طلبت مني دراهم، قالت لي سلفي لي دراهم على أساس تخلي لي الذهب تاعها عندي. قلت لها ما كان حتى مشكل، عطيت لها الفلوس وراحت. من بعد يومين رجعت قالت لي اعطيني الذهب تاعي. قلت لها ما تفهمناش هكذا، اعطيت لك دراهم باش تخلي الذهب تاعك عندي. راحت من الوقت هذاك ما رجعت، صافي لقى 16 سنه والذهب تاعها عندي. يعني حوزت سخسيت، ما يعني في فرنسا من المستحيل باش نلقاها. دوك ما عرفتش كيفاش ندير. سالت نص يقول لك صدقي عليه، بيعيه وصدقيه، يعني الفقراء المساكين، والبعض يقول لك خلي عندك حتى تلقايها. وانا في فرنسا نعرف من المستحيل باش نلقاها. قعدت حايره كيفاش نعمل. وصل السؤال تاعك اختي امونيا من فرنسا، سيجيبك فضيلة الدكتور بعد قليل.
شكرا. مع السلامة. فقط يعني أريد أن أقول لكل من يشاهدنا أن موضوع اليوم هو الارتفاق، يعني حق الارتفاق. فمن الأحسن أن تكون الأسئلة المطروحة عبر المتواصلين معنا في هذا الموضوع إذا أمكن. تفضل فضيلة الدكتور. طبعا سنعود إلى قضية عمر من المدية. نعم الأخ عمر من المدية، إذن قضيتك عندها علاقة مباشرة بموضوع اليوم. جارك يطالبك بممر، بفتح ممر عبر أرضك، ولكن أنت قلت أنه يملك قطعة أرضية مجاورة ولكنه يرفض ذلك، لا يريد. لماذا؟ بدعوى أن أرضك هي أقرب إلى الطريق العام. هذا نزاع، وقع نزاع. طيب هذا النزاع له حل شرعي وله حل قانوني، والحمد لله أن ما تقرر في القانون الجزائري يوافق تماما ما تقرر في الفقه الإسلامي، خاصة عند السادة المالكية. وطبعا أنا أشكرك يا أخي عمر، ونتمنى أنه مثل هذه النزاعات تطرح وبكل تعقل وبدون عنف وبدون اللجوء إلى أي يعني تصرف يسيء إلى العلاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجوار. ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن الجوار عندهم منظومة فقهية كبيرة جدا يعني تنظم العلاقة بين الجوار، خاصة فيما يتعلق بالأمور العقارية، بالأمور المادية. لذلك الجواب كالآتي: كي نرجعوا إلى الفقه والقانون نقول أن هذا الجار ليس له الحق في أن يطالبك بالممر. لماذا؟ لأن الشروط، شروط تقرير حق الارتفاق عبر أرضك غير متحققة. ما هي الشروط؟ وكأني أجيب أيضا جزئيا عن سؤال أختي نصيرة طرحته قبل حين. أقول أنه متى يجوز اللجوء إلى هذا الحق، حق المرور أو حق العبور عن طريق أرض مجاورة؟ الشرط الأول: إذا لم يكن هناك ممر أصلا، يعني تظل الأرض محصورة ليس ما عندهاش ممر يوصلها إلى الطرق العامة، إلى الطرق العمومية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: إذا كان هناك ممر ولكنه غير كافي، أي لا يحقق غرض أو مقصد الانتفاع بهذا العقار، فإذا كان غير كافي أيضا هذا أيضا شرط أساس. الشرط الثالث: إذا كان إيجاد أو فتح ممر يكون بمشاق كثيرة غير محتملة أو بمصاريف وتكاليف لا تتناسب مع العقار المرتفق. إذا كان لا يتحقق هذا التناسب هنا، هذا شرط ثالث. الشرط الرابع: ألا يكون لطالب حق الارتفاق بالمرور أرض مملوكة له ولو كانت بعيدة. فإذا الآن هو مادام عنده أرض، عنده قطعة أرضية مجاورة، يقدر يفتح ممر من خلالها ويروح الأرض نتاعو أخرى، ويكون الوصل والتواصل بين القطعتين الأرضيتين المملوكتين للشخص نفسه. فهنا لا يصح له لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا أن يطالب بهذا الحق. إذن مطلبه كما يقول القانونيون والقضاة غير مؤسس، غير مؤسس. وإن شاء الله نتمنى أنه جارك هذا يا سي عمر أخويا يكون عنده كما يقولوا الروح التي يتقبل ويتفهم، لأنه ماهوش يعني يحب لي سوليسيون فاسيل، يحب الحلول السهلة، قال نفوت منه والسلام عليكم. لا، مادام عنده قطعة أرض أخرى ما نمسوش أرضك. لماذا؟ احنا قلنا في مقدمة اللقاء أن الملكية الفردية في الحقيقة مصانة في شرعا ومصانة قانونا، بل في القانون مصانة بنص الدستور الذي يسمى بأبي القوانين. فالدستور ينص على صيانة الملكية الفردية، والقوانين الموضوعية على رأسها القانون المدني فتح مجالا لحقوق الارتفاق باعتبارها من القيود التي ترد على حق الملكية، فهو من الحقوق العينية، بل هو من أوسع الحقوق العينية. لذلك نقول
لجارك هذا يا سي عمر، وإن شاء الله تشرح له هذا أو أحد الناس الوسطاء الخيرين يشرح له هذا الكلام باش يمتنع عن هذه المطالبة ويرضى بما ذكرناه، وإن شاء الله هو ينتهي النزاع. ان شاء الله يكون فهم الرد تاع فضيله الدكتور، وان شاء الله هذا الجار يتفهم جاره وما يبقاوش متخاصمين ومتنازعين على امر واقع وواضح. معنا الاخ عزيز من بجايه. اخي عزيز مرحبا بك. مساء الخير عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معليش نهضر، اسمحوا لي برك نهضر بالقبيليه مع الشيخ، ما نعرفش العربيه. تفضل معك فضيله الدكتور ويسمعك ويجاوبك. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. على السلامة سي عزيز، مرحبا. واش رايكم لاباس؟ هاكي هني ربي الحمد لله. الحمد لله. الشيخ سائل السؤال الان بغي نسقسيه. نعم. ونعمك الخير. ورنا الشيخ في رحمه الله في شي جايه هذيك 4 ديال دايس ماشين واحد سقسيش. اسمعني ولا نشي نموسنا قبل من بابا. إيماك مازال يتنغ تموت. تموت تشرح مرتين. بس عفوا. تموت قبل يسنا من بعديس. تموت قبل فافاك من بعد فافاك. تموت قبل من بابا مي يشين 40 عاود يجي تنطوس. يسعى تنطوس نظام. يسعى تنطوس نظام. بغي عرفتي نتكلم سيناكي موثن سيناكي واث مثني سان دريا شنو ملمي موثن تقريبا يوني موسى عام 88 ويتيموس 2008 في الناس كشيش تجد كشيش زلت مثلا صافي ايجاد 4 دريا يسين موثن بعديس اكو موثن قبل سياق. انا مشي نموت قبل من دابا. من اللي يموت باباك؟ مازال حيين واحد تكشيش. من اللي يموت باباك مثلا عزيز؟ دابا انا نموت 2009. 2009 واضح. غير عرفتي نتكلم في الورقيه ومن بعد ساعين وخامي ثاني كان ما يجي هكا. كرند وراوني ما كويس لانه واش يتسيا المراه ورشاين توصيه فلاس ورشاين هما ديال كل شيء في اسم بابا. اخا ما انك واش يتسيا المراه الورثه داك لانه وحدنا. لا كاري كل شيء تعيط بابا. صح واضح اخويا عزيز واضح. صح يرحم والديك الشيخ وربي يعاونكم وسمحنا برك. الله يسلمك بالسلامه اخويا. يا ربي يعاونكم. بالسلامه. شكرا لك اخي فضيله الدكتور. يبدو ان هناك ايضا اتصال الان تقريبا في الموضوع نفسه الذي طرحه الان الاخ عزيز من مجاية. لا ادري اذا كان فضيله الدكتور يود ان يجيب عن هذا الموضوع، يعني حتى لا تأخذنا أسئلة كهذه ونجانب موضوعنا اليوم. إذا نرحب بالأخت أم هاجر من تلمسان. تفضلي معنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. كي راكي بنتي نصير؟ الحمد لله في نعمه. راني نتبعك وين ما تروحي من الحوه تاع البارح تاع الخيرات وين ما تروحي واليوم راكي منورتنا. وراهي مع الخير برك نصير راهي مع الخير يعني. انا وين نجاة بنتي نجاة ربي يحفظها. ادعوا لها ان شاء الله ويدعي لكم ان شاء الله. كي راك دكتور؟ غايه الحمد لله. هذه غيبه دكتور ما هدرتش معاك هذه شحال. الله يباركها واليوم الله يبارك هضرتي معنا وسمعنا صوتك وبارك الله فيك. معايا الزهر. الله يسلمك. راني شويه عيانه دكتور. لا ماشي عندك الزهر لانك من اوفياء برامج القناه لما تذكري كل هذه البرامج. تفضل. ما نسمح في حتى برنامج من تاعكم. بارك الله فيك. وتكونوا نتبعكم. بارك الله فيك. بغيت غير نسقسي الدكتور على واحد الورد. كان عندي جدي تاع ما توفى خلى شويه واحد الارض غير صغيره وعنده غير ما وعنده خوه شقيق هذا اللي خلى عنده خوته وخواتاته بصح كلشي ماتوا قبله غير واحد صغير كاع فيهم اللي خلاه هو هذا حي. صافي كيما هو الله يرحمه خلى يماك اللي هي بنته. واش خلى ثاني؟ وخوه واحد. خوه واحد. خوه واحد شقيق. كلشي الاخرين توفاو قبل هذا جدي عاش قرن 100 سنه. هي كي توفى كلشي توفاو قبله خلى غير ما وخو واحد.
هي هذيك الارض بغينا نبيعوها زعما حنا ندو حق امانا ونشوفوا شكون اللي يورث معانا. نعم. عاد دروك كلشي توفى، وبصح كي توفى جدي خلى يما وخلى خوه. يعني موجوده الام والاخ تاعها. تاعه وهي ما عندهاش خوه. الاخ تاع المتوفي تاع الجد. واه يما غير وحدها، ما عندها لا خو لا اخت. لانه قلتي انه اخر واحد وفاته المنيه. معليش او فهم السؤال تاعك. مفهوم السؤال. مفهوم السؤال. انتظر الإجابة خلال البرنامج. أي بارك الله فيكم. وسلموا على كامل القناة. وسلامنا ليك والأهل. الله يعاونكم. بارك الله فيكم. الله يعطيك الصحة. شكرا لك. تفضل فضيلة دكتور. إذا نبدأ بالإجابة عن أم وسيلة. أم وسيلة. نعم. أم وسيلة من تيزيوزو. عندكم أرض على الشيوح. باباك الله يرحمه خلى 4 بنات و3 أبناء. وأمك والوالدة يعني بالنسبة لي طبعا زوجة. وراهي تعطي كذا، راح قالت لوليدها روح بني فوق المسكن. طبعا هذه من الأخطاء المرتكبة التي تؤدي إلى حصول الخلافات والنزاعات بين الورثة. نحاول نجاوبك يعني بشكل دقيق. ركزي معايا أم وسيلة. طبعا أختي نصير أي مكالمة الأولوية لها؟ طبعا تفضل. أولا الميراث المفروض يوزع بعد وفاة المورث، بعد وفاة الميت. ما نقولش في نفس اليوم ولا في 3 أيام ولا في 20 ولكن بعدها شهور قليلة أو أيام قليلة وكفى. لماذا؟ تفاديا للنزاعات. وعندنا باب ذكرناه قبل حين، باب سد الذرائع. سد الذرائع إذا تراكمت القبور نكون في حالة اضطرار لإعمال قواعد المناسخات، وهي من أعقد القواعد في علم الفرائض التي كما قلت شيب صغير. وبعدين هذا على مستوى التقنين، على المستوى العلمي، على المستوى الفني، وكذلك على المستوى الواقع. يعني القبور تعددت والتركة تغيرت. ممكن قطعة الأرض تحولت إلى بنيت فيها مثلا مباني، عليها مباني، أو منقولات تم بيعها وتصرفوا في تلك الأموال وتحولت المنقولات إلى عقارات. هناك بعدين تركة جديدة، تركة قديمة، تركة جديدة مبنية على أصول قديمة. يعني مشاكل كثيرة أشرنا إلى بعضها في بعض حلقاتنا السابقة. الآن لازم تخرجوا من حياة الشيوح، هذا هو المقصود. راكم في الانديفيزيون، معنى لازم تخرجوا من حالة الشيوح. الفريضة سهلة مهلة. الوالدة نتاعك اللي هي زوجة المورث عندها 8 واضح. الباقي اللي بقى كامل يتوزع على الأبناء اللي هم في 4، وانتم البنات في 4 والأبناء في 3. 4 بنات و3. مع أنتم طبقوا القاعدة اللي موجودة في القرآن الكريم في الآية 7 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كي نطبقوا هذه القاعدة طبعا الذكر يأخذ ضعف الأنثى والسلام. هذا ما كان. الآن نرجع إلى هذا المسكن. نستدعي الآن قواعد التخارج. المسكن هذا كلكم كيما راكم كامل عندكم الحق في هذا المسكن. لذلك لا يصح للوالدة، ما عندهاش الحق شرعا باش تتصرف تقول واحد مولادها روح تبني فوقها وبعدين وغدوة أنتم تجيوا لهذاك الدار يخرجكم. وطبعا احنا نفترضوا غير الخير، ولكن استصحابا للقضايا والمشكلات التي تقع في دنيا الناس نقولوا لا، لازم نغلقوا هذا الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. هكا خير أتفضل أشو لن يراون سل خير بالتراضي لا بالتقاضي. بعد يما مول سار الحق تخدم الشيء تخدم هكا استني ايوس كراويس وها تفنوض سوف لا بخام بعد زكاه من الحرج ذا قران وسيدي ربي استبعدنا في الحرج. لذلك انتما هذا المسكن كلكم مشتركون فيه من ناحيه الشرعيه، كما عندكم حق الاشتراك ايضا طبعا طبقا الفريضه الشرعيه في الممتلكات الاخرى، الاراضي ولا واش كاين كامل الممتلكات الاخرى. اما هذا المسكن اللي هو مكون من مكونات التركة لا يصح شرعا ولا منطقيا ولا عقلا أن يستأثر به أحد الناس إلا إذا تم ذلك عن طريق تطبيق قواعد التخارج في صورة من صوره. يعني مثل سفاغم ممكن هذا المسكن بعد ما يتقيم
ودائما نكرر نقول لكم هذا الحل، يا إما أنتم تقيموه بيناتكم تلاقوا على طاولة كيما هذه ولا أقل من هذه، وهذه طويلة بزاف، هذه شوية كبيرة، هذه شوية كبيرة ولا مليح كي يكون وارثة بزاف أنا صيرة يا أخي يدوروا عليها خاوة الله يبارك وقيموها. قال هذا المسكن بالك ممكن عنده شوية معرفة في الموضوع، ولا يستشر بعض البنائين اللي ماصون ولا الخبراء ولا العقاريين، قال لا تعطوا لها السومة مليار 2 ملاير 3 وكذا. بعد ما تقيموا طبقوا الفريضة، وبعدين نشوفوا الآن شكون اللي ياخذ هذا الدار. فإذا كانت هي تصلح باش يسكنوا فيها كاع الورثة لساعتها وكذا بلا حرج فذلك أولى. كاع الريحة حنا نعرفوا بالجزائر نقول لك الريحة نتاع بابا هكذا نصيرة، كنت تقول له نعطي لك فيلا في مكان، نقول لك لا حبيت هذا السكنة هذه اللي خلاها بابا، الريحة نتاع بابا، الريحة نتاع الجدود، هذا من حقك، عندكم الحق كامل. يا إما إذا كان مسكن يسمح تعيشوا فيها كامل الله يبارك، كل واحد بالشومبرا نتاعو ولا كذا وكذا، ويلمكم خاصة البنات اللي راهم مثلا متزوجات في 4 ويتلاقوا تلموا في هذاك المسكن، وهذه أيضا عندها مقصد كبير. ما تجتمعوش في بيت من بيوتكم انتم، لا تجتمعوا في بيت باباكم، فذلك أحسن. وإحنا عندنا واحد العادة حتى في المنطقة يقول لك خا متوليين، يعني دايما يكون الأفضلية للنساء، وهذه عندها أصول كبيرة جدا، الوقت لا يسمح باش نفصل فيها. لماذا خا متوليين؟ وكي تجتمعوا فيها يجيوا الأبناء ويجيوا البنات، الإخوة والأخوات وتلاقوا ما شاء الله. وإذا كان تعذر ذلك وعندكم تقييم إما بالتراضي أو بالاستعانة بخبير عقاري خارج يعني الأسرة الله يبارك، فبالتالي تبيعوه شكون يشري؟ ماشي اللي برا لا أنتم واحد منكم ولا 2 منكم. إذا كان المسكن يسمح لي 2 فقط ممكن 2 يشريوه وانتم تاخذوا طبعا ما يعدل ذلك نقدا. يعني تقريبا هذا هو باش نقول لك. ولكن الذي يهمني الآن على وجه السرعة أن الوالدة نتاعك لازم تتوقف فورا من هذه المنح اللي راهي تمدها، وهذا الإذن اللي تمدوا واحد من ولادها ما يصحش، بعدين تكون مشاكل في النهاية. ما عندهاش الحق نتصرف فيه. كاين واحد الجملة قلتها أنه بعد الوفاة كل واحد يقول لك نحب نشم ريحة بابا ولا ريحة يما. ماذا بينا الناس اللي يحبوا يشموا ريحتهم، ريحة الوالدين تاعهم بعد الوفاة تاعهم، لأن الأمر متعلق بالأملاك وغيرها من الفوائد. إن شاء الله يكونوا أيضا من الناس اللي دايما يحرصوا إنه يشموا ريحتهم في حياتهم ويكونوا دايما متواصلين معهم. طبعا إذا لم يكن هناك اتصال الآن نمر إلى القضية الثانية التي طرحتها منذ قليل منيا. طيب الأخت منيا من فرنسا. بالنسبة لصاحبتك يعني الصديقة اللي تركت عندها الذهب وانت استضفتيها مدة 2 شهر الله يبارك ما شاء الله، وطلب منك دراهم ومديتي لها دراهم قرضا، ولكن دارت ضمانة خلات عندك الذهب والاتفاق. هذا الاتفاق معتبر شرعا. ربي يقول في القرآن في أوائل المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول ربي في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بلا ما ورقان بلا، لأن العقود في الشريعة الإسلامية تبرم بلفظ اللافظ، بمجرد صدور الألفاظ من الناس تبرم، صافي العقد موجود ولو لم يوثق، ماشي مسجل ولكن له وزنه واعتباره. ولكن العقد شريعة المتعاقدين بعد يومين جات عندك وكذا طلبت الذهب وكذا وقلت لها ما اتفقنا هكذا، ثم رحت غابت مدة 16 سنة. طيب يا أختي نقول لك هناك احتمالان الآن. أنت حاولي زيدي تحري، درك إذا عندك الاسم ولا قم نتاعها يفترض يعني في قصة أختي نصيرة هذه الأيام واحد حكى لي كهذه، قال لك درك كاين هذا التواصل الاجتماعي قال لك درت الاسم هكذا برك وخرج. هذا الهم هذا نتاع الانترنت هذا راه واحيانا هم واحيانا يعني مليح، يعني ماذا بنا نستغلوا في فائده كي مثل هذه، يستثمر ايجابيا ولقاه وبعث له كذا وكذا الى اخره، مش عارف كيفاش دار، المهم لقاه. حبيت نقول لك يا اختي الفاضله الان امر التواصل الان ميسور في هذا الزمان. يكفي انه تملك اللقب والاسم، وربما افترض انه مادام عايشه معك 2 2
سالتيها الدشره نتاعها المدينه نتاعها وتسكن على الاقل الاهل نتاعها. الاهل نتاعها اذا كان راهي من قسنطينه ولا من وهران ولا من العاصمه ولا من القبه ولا جاب لي ربي ديري شويه جهود اضافيه. لا حتى ما دام انها وافقت انها تقرضها اموال ودارت فيها ثقه، هذا يعني انها تعرفها جيدا. بارك الله فيك. هذه النتيجه كما قالت اختي نصيره صحيح، يعني هذا هو كما يقولوا التحليل المنطقي لهذه المساله. الان انت طلبوا منك كتوجيه زيد اجتهدي، جيدي استقصي، فاذا تعذر ذلك بعد بذل الوسع، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا ما نقولكش تصدقي بهذا المبلغ، لانه انت راكي تسالي لها، فبالتالي هنا درك نشوفوا ثاني نرجعوا للخبير. هذاك الذهب تديه لهذاك المختص اللي راه يبيع الذهب، يقومه هو اللي يقومه، لانه هو الخبير في هذا المجال. ماشي واحد كنت تجيبي لي واحد كيما انا نقول لك والله ما الفرق بين الذهب والحديد، يعني توريهم ما نعرفهمش. اختي نصير اكيد عارفه يعني شويه نوعا ما. لا بأس الله يبارك. فبالتالي اذن يا اختي الله يحفظك تشوفي هذا الخبير يقيمه. فاذا كان مثلا انت تسالي لها 10 ملايين 100,000 دينار، هذا دين قرض، وهذاك الذهب طاح ب 17 مليون، اذا انت تستاخذي غير 10 ملايين، هذا حقك تخصميها من هذا تسترديها عادي، يعني مشروع 100% اطمئني شرعا وقانونا ما عندها حرج. ولكن هذوك المبلغ الزايد 7 ملايين هذوك ماشي نتاعك، هذوك تخلصي منه، روح اعطيهم للفقراء والمساكين، والاجر نتاع هذا المبلغ يرجع لمولاها، لهذيك المخلوقه هذيك اللي اقترضت منك المبلغ. هذا هو. وفي الأخير ما تخافيش، يعني ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، كل واحد ياخذ حقه. نعم. وكل شيء متعلق بالنية الصادقة طبعا. نأخذ اتصال آخر من الأخ رابح من بجاية. الأخ رابح مرحبا بك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معنا أخ رابح. هو تراكم. لا بأس سي رابح، مرحبا. والحمد لله. تفضل. نعم. اخويا الشيخ سعيد. نعم. من فضلك راح نشكركم خلاص قناة القرآن، الله يبارك الناس طيبين. الله يبارك فيك. تفضل اخويا بسؤالك يا اخي رابح. اخويا ما عندي حتى سؤال، حاب نشكركم وادعونا دعوة الخير ان شاء الله. ما شاء الله. ربي يجازيك، ربي يجازيك خير. ما شاء الله. والله نسمعوا كل شيء، رانا نمدحوا كل شيء، الله يبارك. راك رابح، لك من اسمك نصيب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله. الله يعاونكم المهمة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك اخي رابح. هناك ايضا قضية طرحت عبر السيد عزيز من مجاية منذ قليل. نعم. سي عزيز اخويا. نعم سي عزيز، الوالد رحمه الله مات عام 2009 وقبله مات ابنان له، يعني الابن الأول مات في 1988 والابن الثاني مات في 2008، وكلاهما ترك عقبا يعني له، وابنان آخران لا يزال أحياء، وبالنسبة للبنت لا تزال حية أيضا. إذا المجموع واش كاين؟ وطبعا مع الزوجة ماهيش الوالدة نتاع هؤلاء الأبناء، لأنه الزوجة ماتت والأولى يعني عنده زوجة ثانية صافي. إذن واش ترك من الميراث الورثة؟ عنده له ابنان وبنت واحدة وزوجة وأولاد الابنين اللذين ماتا قبل والديهما. ركز معايا سي عزيز، جاوبها بالعربية ونجاوب بالقبائلية باش تعميم الفائدة. أولا الميراث، الزوجة ترث الثمن، الزوجة الحالية التي تركها، وهي ليست أما للأولاد كما قلنا. ولماذا؟ طبعا لوجود الفرع الوارث، لأن المورث له أولاد، له ورثة، له فروع، والباقي عنده يعني الابنان والبنت يرثون الباقي تعصيبا طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن ما دام
الابنان اللي مات واحد منهم 1988 والآخر في 2008 عندهم أولاد. هنا نطبق قواعد التنزيل، قواعد التنزيل المقررة في الفقه الإسلامي والمقننة في القانون الجزائري في قانون 84/11 خاصة من المادة 169 وما بعدها. طيب إذن نروح المادة هذه 169 إلى غاية 172 ونلقى فيها شرائط أو شروط كلاهما صحيح. نطبق هذه الشروط. من هذه الشروط أن النصيب هذا لا يتجاوز نصيب أو حصة الثلث، بمعنى ننزل الأحفاد منزلة الأبوين اللذين ماتا في حياة الجد، جد الأحفاد، بشروط. على رأس هذه الشروط إذا كان ما عطاش الجد هبة أو وصية في حياته لهؤلاء الأحفاد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يتجاوز نصيب الأحفاد نصيب حصة الثلث أو نصيب الثلث. فهناك ثلاث احتمالات، يا إما يساوي الثلث نورثهم بالثلث، يا إما أقل من الثلث نبقيه على ذلك نورثهم بذلك، وإذا كان أكثر من الثلث نزوم من الثلث. طبعا في هذه المسألة مستحيل يكونوا أكثر من الثلث. إذن نقول لك أولاد الابنين اللي ماتوا في حياة باباهم يورثوا طبقا للشريعة للفقه الإسلامي وكذلك لقانون الأسرة الجزائري. وبعدين صفي الزوجة ترث الثمن ونطبق قواعد الوصية الواجبة باش نخرجوا نصيب الأحفاد، والذي بقي يعطى للابنين وللبنت الأحياء جميعا طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فراج مثلا عزيز استقبالي أشينيغ أمغارق موثن ذي 2009 ولكن موثن قفليس يموث ميس أمزوارو 1988 إساء الدريا، يموث ميس وايض 2008 إساء الدريا، ثوري جاد سين إيقوردان سين بوراش أو كتقشيشت أو كتمطوثيس ثيس سناث ثمطوثيس ثيس سناث تساوي ثيس 8 ثمن أيوتيام الراوني الأحفاد الراون براويس يقموثن قفليس أنطبق فلاسن قواعد الوصية الواجبة نغ التنزيل يقلان ذي الكود لا فامي يعني لا لوا 94 ذي المادة 169 المادة 172 هكا. من بعد نخدم القواعد داكي الحسابات على كل حال. وبعدين إذا حبيت نكتبها لك يعني أعطينا برك العنوان تاعكم نرسلوها لك كما كنا نصنع مع المتصلين معنا، ولكن هذه الفريضة التي ستكتب لك إن تواصلت معنا عن طريق عنوانك أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الموقع. بالنسبة للشيء اللي بقى أين دي قران أذي روح أرسين وراوي سيدي قران أو كذي اللي سيدي قران على حسب القاعدة يدينا ربي ذي القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. تساكي ماذه المسكن اللي قلت يعني ولاد خوك يحتلونه، هذا احتلال من غير وجه حق، ما عندهمش الحق. أروني جماي يقروح نطفنا خاماقي سلفغين سنقارن ذا خامنا خاطي ماشي للحق نسن بأي حق استحللتم أموال الناس، وربنا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا كان لازم نطبقوا قواعد الميراث ونخرجوا من النزاع وينتهي الإشكال. نعم. وأنا أسمعك فضيلة الدكتور تخوض في كل هذه الحسابات في كل مرة يتضح لنا عظمة هذا الدين الحنيف الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها. قبل أن نمر إلى الإجابة عن أسئلة بعض المتصلين معنا نأخذ الاتصال من الأخت منيا من سطيف. أختي منيا تفضلي، معذرة انتظرتي شوية كان الأستاذ يشرح. تفضلي معنا الأخت منيا. ألو السلام عليكم أختي. السلام عليكم، مرحبا بك معنا. أختي منيا لو كانت بعدي شوية على جهاز التلفاز وتحدثي معنا عبر الهاتف شكرا. داكا. بريمير مرحبا، أشكركم على هذه الحصة خصوصا مع الدكتور ومعك انتيا. شكرا لك. عندي زوج أسئلة حابة نطرحهم الشيخ وإذا ما عندوش مشكل نهضر بالقبائلية. تفضلي. 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 بخير في الله. أدخل العافية السلامة. بغيت كان تاريخ جدة. رجوانا يني صوتك تقول بني ثمود. ارفع كان شوية صوتي مسيرة. صوتك من فضلك.
سعر جدة أحسن أتقوتي غجوان تتقوت قمية الموز ومن بعد تاع 4 قشيشين دو قشيش ومن بعد تاع بونسيون مجاهدين درنا للجزائر بغا تقصير اسكو تلاينت أذاوين تبياني خاطر سجاد ميسك ذي اللي سياخ تاع 4 قشيشين دو قشيش 4 قشيشين أكو دو قشيش دو قشيش ثانيا تاع الثانية ما ترح العمرة ذي قبل ربي إن شاء الله إن شاء الله بغيت كان تصير اسكو يعني يجوز نرى تفكرت المناسك كيف لينا اسكو يجوز تعل إبادات ديما سميخة. بارك الله فيك. يعني لا كيستيون دوزيام كنا في خير ريبوندت في الباسبور الثانوية بالك راسنا نطروش يعني صراحة. الله يبقى واضح إن شاء الله ربي يسلها إن شاء الله. وإذا مزمرة تفكتوني ميرين. رقم الهاتف تطلبه. رقم الهاتف من فضلك خلي انت رقم الهاتف نتاعك عند الزملاء والدكتور راح يتصل بك. شكرا لك. العفو بارك الله فيك على التواصل معنا حتى نعطي كل قضية حقها. أنا أظن أنه من الأجدر أن يجيب فضيلة الدكتور على قضية أخرى طرحت عليه من الأخ كمال من تيسمسيلت لأنها تصب في موضوعنا اليوم وهو موضوع الارتفاق. يقول سيد كمال من تيسمسيلت مات والدي واقتسمت مع إخوتي جميع الممتلكات بلا نزاع، ولكن النزاع حصل بشأن القطعة الأرضية الكبرى بعد توزيعها إلى حصص، يعني بعد ما قسموا الأرض اللي كانت موجودة كبيرة. يقول أصبحت حصتي محصورة لا أجد لها طريقا إلى الطريق العام إلا عبر حصة أخي الرافض لفتح ممر، ما اسمحلوش أنه يعمل ممر للطريق العام. هل أقاضي أم أطلب الممر من أحد جيراني من غير الورثة؟ هذا هو سؤاله. تفضل. بارك الله فيك. يعني أشكرك يا أخي كمال تيسمسيلت. يعني بصراحة المستوى هذا الذي نريد، يعني حقيقة طبعا. كما قال لي أحد القضاة جزاه الله خير، يعني قال لك نتابع ونستفيد ونتمنى أيضا مساهمتهم وإسهامهم، لأنه إن شاء الله البرنامج يجيب عن بقدر الإمكان شرعا وقانونا وفقا للقانون الجزائري. وبعض الناس أيضا من خارج الوطن يطالبون، ونحن نطالبهم من هذا المنبر اللي عنده سؤال حتى في القوانين الأخرى ما كان حتى مشكلة في القوانين سواء كانت غربية أو عربية. وهذا من حظهم أنه مع الدكتور سعيد بوزير يجمعوا بين يعني العلم يعني في القانون وبين الفقه والشرع طبعا. نسأل الله التوفيق والقبول إن شاء الله. آمين. لذلك سي كمال الآن نقول لك الأرض نتاعك مادام أنتم كانت أرض قسمة، يعني هي كانت كتاركة وقسمتوها كل واحد خضع حيسته، لازم تفهموا هذا معنى. تمت تجزئة العقار عن طريق القسمة. هنا القانون والفقه أيضا سبحان الله في توافق كبير. ما عندوش الحق خوك يعترض. أنت مادام أرضك محصورة لازم تفوت الممر نتاعك إلى الطريق العام عن طريق القطعة الأرضية المملوكة لأخيك المجاور لك. ما تروحش الأرض نتاع الجيران الآخرين. لا. أتدري لماذا؟ لأنه في القانون نتاعنا وبالذات في المادة 697 صريحة في الموضوع تقول إذا كان العقار تم عن طريق تجزئة العقار بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة لا يمكن أن نطبق قواعد الارتفاق إلا من خلال هذه العقارات التي كانت محلا للتجزئة. هذا النص القانون نشرحه لك بكل بساطة. نقول لك مادام هذه القطعة الأرضية الكبرى كانت مملوكة لجميعا لكم على سبيل الشيوع، قسمتوها كل واحد أخذ حصته إما عن طريق القرعة ولا عن طريق هكذا التراضي يعني بالاختيار، ولكن في الأخير أنت راك حاصل وراك محصور، الأرض نتاعك محصورة، لازم تفوت الحق الارتفاق هذا عن طريق أقرب أرض مجاورة لك وهو أخوك من أحد إخوانك. يعني هذا أخوك الذي يرفضه ما عندوش حق الرفض.
ما عندوش حق الرفض. يعني بمعنى آخر لو كان تروحوا للقضاء للمحكمة يعني هو يخسر القضية. وأنا ننصحك من الآن ونصحه هو نقول له لا خلي خوك يفوت من أرضك والسلام، وإذا حبيت تروح المادة هذه تلقاوها قراوها وتلقاو الحل فيها، وهذا الحل يوافق الفقه الإسلامي وما يكون لا نزاع ولا شيء هكذا. نعم. وليس هناك أحسن من التراضي في مثل هذه النزاعات والأمور. نأخذ اتصال آخر من الأخت سهام من تيزي وزو. يبدو أن سهام انتظرتنا. تفضلي أختي سهام. السلام عليكم. تفضلي وباختصار لأن الوقت يداهمنا، لم يبقى من الوقت إلى القليل. تفضلي أختي. الحلقة ولكن اتصلت مستنجدة بالدكتور لكي ينقذ عائلة أخي من الطلاق. والله ما نيش نسمع فيك. الأخت سهام إن شاء الله نجدة وصلت إن شاء الله ربي يجعلنا عنده حسن الظن. هو الرقم نتاعنا خذيه من الإخوة في غرفة التحكم، وزيدي خلي الرقم نتاعك من باب الاحتياط، وإن شاء الله نتواصل معك إن شاء الله بعد الحصة مباشرة مادام فيها نجدة إن شاء الله، لكن الأولوية بإذن الله مادام الأمر مستعجل. من فضلكم بإنقاذ عائلة عندهم ابن صغير يعني مش نظام شتيطوح مقام قيته جلالة حتى ما غيبغى زالوهم تتبغى يا ما مليح ما نخدمش الصح من الجلسة الصلحة كاين إن شاء الله هاد ندير خيرات إن شاء الله. جد التليفون ما قلت ما أو التليفون لنا وإن شاء الله ما يرضى ربي سبحانه وربي يسر. شكرا لك أخت سهام، ربي يفك إن شاء الله الأزمة تاعك. معنا أيضا عبر الهاتف محمد الإمام من البويرة. السلام عليكم أخي، مرحبا بك. وعليكم السلام. تفضل أخي محمد. نعم تفضل أخي أنت محمد الإمام من البويرة هكذا. نعم أختي. تفضل معنا وراه معك فضيلة الدكتور بويزري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم جميعا ولقناة القرآن الكريم. شكرا. وعلى وجه الخصوص للأخ الدكتور سعيد بويزري الذي اختاره الله للبرنامج، واختار بدوره هذا العنوان والصلح خير الذي لا يزول بزوال الرجال، مصداقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله للأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ثم إن نظام الصلح قائم منذ أشرق الإسلام بنوره على جزائرنا الحبيبة، فجماعة الخير موجودة متواجدة منذ ذلك، مرجعيتها الدين الإسلامي الحنيف والأعراف الإيجابية التي لا تتعارض والشريعة. فجماعة الخير ترعى مصالح الأمة رعاية تامة وتستبق الخيرات في كل صغيرة وكبيرة. فمثلا إذا مر أحد والناس جلوس تجمعت ومحلها دائما أمام المسجد، ثم ألقى السلام ولم يرد عليه أحد الجلوس، قاموا لتوهم بالبحث عن أسباب ذلك، فيستصبحون الظالم من المظلوم ويجبرون الظالم مرافقتهم إلى بيت المظلوم، وإذا ما تم الصفح عزمهم المظلوم إلى وجبه، وبعد ذلك يعزمهم الظالم بمعية المتظلم. بعد ذلك تأتي الطمأنينة فيصفد الشيطان ويعود خائبا وتغيب الظهينة عن الطرفين. وهناك أمثلة كثيرة لخلافات استعصى أمرها ولكن حلت بحول الله تعالى وبكفاءات هذه الأمة. وإني لأذكر أن النصيحة التي كان يجزيها الشيخ البشير الإبراهيمي طيب الله ثراه فيما أصلحه في إصلاح ما أفسده الاستعمار والشيطان، وذلك عبر جريدة البصائر. وإني لأذكر أيضا أن من المهام التي كلف به معلمو المدارس التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين آنذاك منذ الأربعينات من القرن الماضي إصلاح ذات البين، أولا بلم الشمل كمهمة تهذيبية قبل المهمة التعليمية. فعلى الناس أن يتفهموا هذا بالنسبة للصلح.
أما موضوع المسائل الارتفاقية، لقد فسر الأخ الدكتور معنى الارتفاق، يعني المرفق للمرفق، والارتفاق يعني في معنى آخر أزيد في تفسير المعنى، أن الارتفاق معناها أن الملكية مرتفقة بالطريق إليها، المؤدية إليها والمؤدية منها إلى الطريق العمومي. فهذه المسألة كثرت الاعتراضات عليها مؤخرا انطلاقا من المفهوم الخاطئ المتعلق بالملكية الخاصة كتحريم الجار من الممر ومن أنبوب الماء وقناة صرف المياه والكهرباء. كل هذه الأشغال الخدماتية أمور تكدست بها المحاكم حاليا. بارك الله فيك. ولنأخذ يعني مثلا عن الطريق باختصار من فضلك، لأن لم يبقى من الوقت إلا القليل. تفضل. نعم. فالطريق الذي يستعمله الجاران مع الطريق العمومي التي يستعملانها معا نحو الطريق الخاص أو الدرب المؤدية إلى الدرب الخاص إلى بيتهما، فلماذا لا يترك جاره يستعمل الطريق إلى داره؟ فالدرب المؤدية لسكنهما معا. ومن هنا أرتئي أن تعيد الجهات المختصة النظر في هذا القانون. ودعائي أخيرا أطلب الله عز وجل أن يسدد خطاكم على هذا الدرب، ويجعل المعاني السامية المستخلصة من برنامجكم تلج القلوب وتهدي الناس إلى التصالح، لأن الصلح خير كما ورد في الورد. وشكرا على كرم الإصغاء، راجيا أن أكون قد أصبت أبي أكثر مما أخطأت، والسلام عليكم ورحمة الله. بالعكس، بارك الله فيك على كل هذه الإفادات، وشكرا أيضا على تواصلكم معنا، على وفائكم للحصة ومتابعة كل ما يطرح فيها من قضايا. إذا كان هناك تعقيب فضيلة الدكتور على ما قاله الأخ، وإن كانت واحد الجملة جذبتني كثيرا، حيث قال أهملت المهمة التهذيبية والتي لابد أن تكون لها الأسبقية، يعني المهمة التهذيبية تسبق المهمة التعليمية، وربما هذا هو الكارثة الموجودة الآن في مجتمعنا. بارك الله فيك. أنا ما علي لأن أوقع على ما قاله الفاضل وما قلتها أنت أيضا، هذا الاستنباط الذكي، لأنه فعلا أشكرك يا سي الحاج محمد، بارك الله فيك. في الحقيقة والله غير كلام ممتاز بفصاحة اللغة. المدرسة القديمة ما شاء الله، ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يقويكم. الحمد لله. الإشارة إلى جماعة الخير، جماعة الخير يصير نزاع يقول جماعة الخير مربوطة دائما بالخير، نظام الجماعة، وهذه قائمة والحمد لله في ربوع الوطن، يعني في شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا. ربما تختلف التسميات فقط، ولكن المقاصد هي ثم الأستاذ الفاضل أيضا أشار إلى قطب من أقطابنا، إلى عالم من أعلامنا الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله. رسائل مهمة جدا في الحقيقة، لا نضيف ولا شيء. نقول لك بارك الله فيك سي الحاج، وبقى دائما وفي للبرنامج ولبرامج القناة، وجزاك الله خير الجزاء. وإن شاء الله كلماتك الصادرة من قلب ذكي ومن عقل نير ستصل إلى القلوب وإلى العقول. جزاك الله خير. آمين رب العالمين. فقط أنا لا أعلق طبعا على ما قال، وإلا لكان التعليق لكم فضيلة الدكتور. فقط أؤكد له أننا نحن جيل آخر بعد جيلكم، ربما ما زلنا دائما ننهل من ما تركته جمعية العلماء المسلمين من بصمات ومنها البصائر. ربما في بعض الدقائق المتبقية نطرح قضية أخرى متعلقة بالميراث، حيث قال صاحبها: مات والدي تاركا زوجة وهي أمه و3 بنات و4 أبناء، وأما الجدة من الأب والأخوين الشقيقين، كيف يجب أن توزع هذه الممتلكات والمنقولات؟ باختصار فضيلة الدكتور، وإلا سنعود إليها في العدد القادم. نعم.
ممكن تعودي برك المعطيات نصيرة؟ قال: مات والدي تاركا زوجة التي هي أمه، يعني أم هذا السائل. كان زوجة. أيوة. وهي أم هذا السائل. وثلاث بنات. وأربعة أبناء. وأما الجدة من الأب وأما أما يعني أم الجدة من الأب. أم الجدة من الأب. وأخوين شقيقين. يسأل كيف يجب أن توزع هذه الممتلكات والمنقولات على هؤلاء. نعم، حسب المعطيات أولا الزوجة لها الثمن طبقا لقوله تعالى، يعني طبقا للقاعدة، قاعدة الثمن اللي هي مدام وجوده فرع وارث مطلقا عند الثمن. والأبناء والبنات والأبناء يرثون الباقي تعصيبا. أما الجدة فإذا كانت جدة أموية ترث السدس ولو كانت أبوية. المهم السدس للواحدة، وعند تعددهما يقتسم بينهم. مدام واحد ترث السدس. والأخوان الشقيقان لا يرثان شيئا لحجبهما حجب حرمان من قبل الأبناء، فلا يرثان شيئا. نعم. لا أدري إذا كانت فضيلة الدكتور في أقل من 5 دقائق تستطيع الإجابة على ما طرحته الأخت أم هاجر من تلمسان. نعم، أم هاجر والذي نعم أعتقد أم هاجر هذا هو والأخت مونيا أيضا، والأخت مونيا أجبتها فضيلة الدكتور. لا ما زال الأخت مونيا مصطيف التي طرحت سؤال. معلش إن شاء الله ربي يبارك في هذه اللحظات إن شاء الله. أختي نصيرة إذن أم هاجر. أم هاجر من تلمسان، ربي يحفظك يا أم هاجر، دائما أنت وفية وإن شاء الله ربي يعطيك صفة جميلة جدا، صفة الوفاء. مات جدي عاش قرن الله يبارك، ترك قطعة أرض وخلى بنت اللي هي أم السائلة أم هاجر، وأخا شقيقا. طيب كيفاش نقسموها؟ أنتم حبيتوا تبيعوها، لكم الحق في ذلك تبيعوها. معناتها البنت الوحيدة ترث النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب. إذن الوالدة نتاعك يا أم هاجر ترث النصف. السبب التعليل لانفرادها خاطر وحدها وعدم وجود عاصب. أما الأخ الشقيق خوه الشقيق يرث الباقي تعصيبا باعتباره عاصبا بالنفس، فهو ينتمي إلى جهة الأخوة. ومادام ما كانش هناك حاجب يحجبه بقبل جهة أسبق منه يرث الباقي. باختصار الوالدة نتاعك اللي هي بنت المورث عندها النصف، والباقي يروح الأخ الشقيق. يعني كي تبيعوا مثلا الأرض هذه، إذا جبت مثلا مليار، الوالدة نتاعك عندها 500 مليون وأخوه الشقيق عنده 500 مليون، وهذه فرات وراكم توزعوا الشيء اللي توزع. أما الأرحام فلا مجال لتقسيمها أو توزيعها. وبعدين الأخ رابح عطى الدعاء، الشكر والدعاء. إن شاء الله ربي يحفظك سي رابح أخويا، وربي يربحك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وربي يعطي الخير لكل المسلمين والمسلمات. مونية تقول مصطيف جدتها ماتت، تركت 4 بنات وابن ومنحة، وطبعا تاركة وزايد منحة مجاهد. كيفاش نقسموها يا أختي مونية؟ هؤلاء عصبة بالغير، بمعنى ما كانش هناك أصحاب فروض، كلهم يرثون بالتعصيب. الابن عنده سهمان و4 بنات هم في 4، معنى التركة كلها تتقسم على 6. 4 بنات وابن تقسم على 6. إذا قطعة أرض تسوى 600 مليون نقسموها على 6 يساوي 100 مليون. الابن عنده في 2 يعني عنده 200 مليون، ولكل بنت 100 مليون. يعني واش خلات كامل يتقسم على 6. الابن له سهمان أو حصتان، والبنات كل واحدة عندها حصة واحدة طبقا للآية التي ذكرناها قبل حين. وهذه المنح ولا واش خلات كامل، سواء كانت منقولات دراهم وكذا وكذا معقارات، أما تجد ثموث، أما تزموث، أما ذي ذريمن أين دجاياك، أما الديانة ساكنة كني كامل أتفضوا الطريقة يجي. يعني 4 يسيس وكذميس منطبق القاعدة إلى القرآن الكريم صافي أقشيش رياوي سين يمورن سين الحقوق ثاقشيش تمكوني وتسوي الحقيس صافي يفضل في 6 أكا. السؤال الثاني ما تروح العمرة إن شاء الله ربي يسلها إن شاء الله ويسر للجميع،
ويتساءل. طبعا هذا سؤال فقهي موضعه الطبيعي في هل سأله، ولكن معلش مع البركة أنت أخت نصير نجاوبك اليوم. نقول لك يجوز بعد ما تجيب العمرة نتاعها هي تروح إلى مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة، ودير نية الإحرام وتهدي العمرة لبابها ويمها. يجوز داوي مسك بس العمرة وهذه قبل ربي إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الدكتور سعيد بويزري، استفدت كثيرا رفقتكم. طبعا آخر كلام لمشاهدينا أقول: كم من متخاصمين لا ينتظرون سوى إشارة البدء منكم للإصلاح بينهم، فلا تتأخروا عنهم وتذكروا في قناة القرآن الكريم والصلح خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.